السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات دودي. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله حبايبي عدس الأطباق بس بطريقة جميلة جدا وبإذن الله هتعجبكم. انا معايا 2 جزراية كبيرة غسلهم ومقطعهم وبصلاية وحبة بطاطس وحبة طماطم و4 فصوص توم ومكعب مرقة دجاج اللي هي بتاعة الخضار، ومعايا نص كيلو من العدس وكركم. طبعا هنحتاج توابل تاني بس مش دلوقتي. دلوقتي بقى هضيف العدس بتاعي كله، وهضيف برضو بقية المكونات. اوبس ضفت بقى المكونات بتاعتي وهحط برضو مكعب المرقة، وهضيف برضو نص معلقة صغيرة من الكركم. بس كده، وبقى هشغل النار بقى وهسيبهم بقى لحد ما يستوي خالص. وبكده بقى العدس بتاعنا استوى خالص، وهمسك كده الجزرية كده بالمعلقة وهشوفها هتبقى تهرس معايا ولا لا. انا بعرف اذا هو استوى من كده ولا لا. شايفه الجزرية اتقسمت نصين من معلقة بلاستيك كمان. يبقى كده هو استوى معانا تماما. هقفل عليه واسيبه يبرد شوية، وبعدين بقى هحطه في الخلاط اضربه. لو انت عندك هاند بلندر اضربيه، ما عندكيش زي حالاتي كده الخلاط بتاعنا الجميل ده، وهنضيف فيه المكونات ونضربه. انا سبته هدي بس ما كانش قوي يعني، بس يستحسن يعني سيبيه يبرد قوي عشان الخلاط بتاعك ما يبوظ. دلوقتي بقى شايفين بعد ما ضربته، شايفين اللون بتاعه ما شاء الله جميل قوي بسبب الجزر والكركم. دلوقتي بقى في تكايه بعملها، بضيف بقى معلقتين من الرز المغسول، معلقتين 2 بس، ما تزوديش عن كده، عشان العدس بتاعنا في الاطباق يبقى متماسك كده وجميل. وعايزه اقولك الرز بيديله طعم حلو جدا، احنا بنعمله كده على طول. دلوقتي بقى حطيت معلقه فلفل اسمر صغيره، والملح بتاعك بتظبطيه انت يعني. واحط برضو معلقه كمون صغيره، ونص معلقه كده من الكزبره، بس مبحطش اي حاجه تاني. بس عايزه اقولك ما شاء الله كان طعمه جميل جدا والله العظيم، ومظبوط، ومقادير كلها مظبوطه وجميله، باذن الله تعجبكم. هقلب بقى المكونات كده مع بعض، وكل شويه بقى عشان الرز ما يلزقش منك في الحله، الزم كل شويه تقعدي تقلبي فيه، يعني كل دقيقتين كده، ما تسهيش عليه خالص. يعني الزم كل دقيقتين تقلبي شويه عشان الرز ما يلزقش. بس المعلقه دي ما عملتش معايا حاجه، جبت الكبشه عشان اقلب بيها الرز عشان بيمسك تحت. فانتي لما بتبقي شغاله فيه تقليب على طول مش هيمسك منك ولا حاجه. وممكن بقى لو انت حاسه العدس بتاعك تقيل، بتزوديه نص كوبايه ميه عشان الرز بتاعك يستوي يبقى حلو، بس ما تخل يعني يعني العدس ما يختعكيش. وتشوفي وتشوفي اللي هو تقيل وتقولي لا ده محتاج ميه، لا لا بالعكس هو هيستوي وهيبقى مظبوط. هي بس بعد ما تضيفي الرز بتضيفي نص كوبايه ميه مش اكتر. وكل شويه برضو تدنك تقلبي كل دقيقتين تقلبي كده لحد ما تمسكي، طلعي كده بالمعلقه وتشوفي الرز بتاعك كده استوى. لو الرز بتاعتك الرزايه استوت يبقى كده العدس تمام، وبتقفلي عليه. وهنجهز له بقى الطشه بتاعته. كده بقى انا حطيت معلقتين سمنه كبار في الطاسه بتاعتي، ومقطعه بصلتين كبار، مقطعهم يعني صغيرين. هقلب فيهم بقى لحد ما يحمروا. عايزه اقول لكم الطشه دي بتخلي طعمه مميز وجميل جدا. كده بقى بعد ما البصله بتاعتي احمرت هضيف عليها معلقه ثوم، وهدني اقلب فيهم شويه لحد ما الثومه ايه، هي مش بتحمر قوي يعني، شويه بتقلبي فيها شويه كده لحد ما ريحتها بتطلع. انا دلوقتي بقلب فيهم كده، بقت تمام قوي معايا. الحله بتاعتي كده على النار، وهضيف بقى نص الكميه.
انا هضيف نصها على العدس. بتديها طعم حلو جدا لما بتضيفها في قلب العدس، والباقي هزين بيه الخضار. عايزه اقول لكم العدس ده بالطريقه بتاعت زمان، بتاعت ماما ما بتعملها. بصوا جميله جدا، هتعجبكم باذن الله. وده الشكل النهائي بتاعنا، بس طبعا مش الاطباق كلها، بس انا حبيت اصور لكم ده يعني. شايفين ما شاء الله لون العدس عامل ازاي؟ لون وطعم حكايه بصراحه. يلا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم سالمين.